السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هعمل لكم البسبوسه المرمله الجاهزه، وهنشوف مع بعض في الفيديو هنا سر لونها والترميله بتاعتها. هعملها لكم ان شاء الله طريقه سهله جدا ومكونات بسيطه. انا معايا هنا عسل جلوكوز، وهو ده سر نجاح الوصفه. لو ما عندكيش ممكن تستبدليه بعسل ابيض. معايا نص كوبايه من الحليب ومعلقتين كبار، كوبايه من السكر، 200 جرام، كوبايه الا ربع من السمنه، وده نص كيلو من دقيق السميد او دقيق البسبوسه، ده انا جايباه من محل مستلزمات الحلواني. انا الاول هكرمل السكر بتاعي. هاخد كوبايه السكر واحط عليها معلقه كبيره من عسل الجلوكوز. طبعا عسل الجلوكوز ده سر نجاح الوصفه. لو مش موجود ممكن تحطي بداله معلقه كبيره من عسل ابيض، بس عسل الجلوكوز هيدي نتيجه هايله جدا. وربع كوبايه صغيره جدا من الميه. وهرفع المكونات دي على نار منخفضه جدا، واسيب السكر بتاعي لحد ما يدوب كده ويتكرمل. انا مش هحط فيه معلقه ولا هحط فيه اي حاجه عشان ما يتبلورش معايا كده وينشف. انا هسيبه كده لحد ما يدوب، وهقلبه بالحله كده تقليبه بسيطه لحد ما يبتدي لونه يتكرمل معايا كده ويوصل للون الذهبي كده المكرمل. مش هزود عليه عشان ما ينشفش معايا. هبتدي ازود له اللبن. طبعا اللبن لازم يكون سخن جدا. في المرحله دي ممكن تقفلي النار عشان بيفور فوران رهيب جدا. انا في المرحله دي انا قفلت النار. ابتديت ازود اللبن كده، هو اقلبه، وبعد كده رحت فاتحه عليه النار تاني وخليت النار منخفضه جدا، وقلبته لحد ما اللبن داب معايا خالص مع الكراميل بتاعي. انا دوبت كده اللبن خلاص. هزود السمنه بتاعتي، ولمده كده ثانيتين تلاتة هقلبهم لحد ما يدوبوا كلهم مع بعض، واقفل عليهم النار. ده كده الخليط بتاعي المكرمل ده هو اساس البسبوسه، وده سر نجاحها. هسيبه طبعا لحد ما يبرد خالص، لان هو في المرحله دي بيبقى سخن جدا، ما تقدريش تحطي ايدك عليه. ده كده الخليط اللي انا محتاجاه. طبعا في الوقت ده هجهز الصينيه بتاعتي. هجيب صينيه كده اهو، وهدهنها بالسمنه كلها، وهدهنها من الجوانب. طبعا معروف ان البسبوسه بتحب السمنه جدا. بعد كده الخليط بتاعي بعد ما برد هبتدي كده انزل بيه كله على دي السميد بتاعي. وطبعا المعروف ان البسبوسه ما بتتعجنش، بتتقلب. يعني اشرب دي السميد بتاعي كده من الخليط بحيث كده يبقى مرمل معايا كده، عامل زي رمل البحر المندي. انتوا هتشوفوا معايا القوام دلوقتي كده، شايفينه عامل ازاي؟ مدي كده، عامله زي الرمله المنديه. لا هي عجينه معايا سايله، ولا هي ناشفه خالص. انا كده شربت الدقيق كله من الخليط بتاعي. هنزل بيه في الصينيه وابتدي اسويه في الصينيه. طبعا في الوقت ده انا طبعا بكون مشغله الفرن، مسخناه كويس قوي. واول ما اخش في الصينيه بتاعتي هحطها على الرف المتوسط، وهوطي النار اخليها منخفضه او متوسطه. يعني انا دايما في المخبوزات والحلويات بحب النار تكون متوسطه او منخفضه. بحب الحاجه تكون مستويه براحتها، وفي نفس الوقت ما تاخدش معايا التحميصه من تحت. هسويه كده في الصينيه، وممكن تدخلي الصينيه على كده او تزينيها كده. انا حبيت ازينها باللوز. طبعا اللوز بتضغطي عليه كده سنه بسيطه عشان ما يطلعش بره الصينيه. واحط الصينيه، هي خدت معايا من نص ساعه كده لنص ساعه وعشر دقايق. طبعا هجهز الشربات بتاعي. انا معايا كوبايه ونص من السكر على كوبايتين ميه. معروف ان الشربات البسبوسه لازم يكون خفيف جدا، ما يبقاش تقيل زي الشربات الحلويات العاديه. وهرفعه على النار، واول ما السكر يدوب معايا والخليط يبتدي يغلي، مش هيكمل دقيقه على النار، هقفل عليه. طبعا انا حطيت له رشه من الفانيليا، بس للاسف ما كنتش دوست على الزرار وانا بصور اللقطه دي. انا هنا طلعت بالبسبوسه بتاعتي وهي سخنه كده اهو. انا هسقيها بالشربات بتاعها على طول وهو سخن. وبعد كده هغطي الصينيه واسيبها كده حوالي نص ساعه لساعه تبرد براحتها. طبعا عشان تعرفي البسبوسه ناجحه ولا لا، اما تيجي تسقيها بالشربات تشربه على طول كله، يبقى كده البسبوسه بتاعتك طالعه الوصفه ناجحه جدا. شايفين اللون بتاعها عامل ازاي؟ طبعا سر اللون اللي انتوا بتجيبوه من بره الجاهز. الكراميل بيغير لون البسبوسه وبيديني نفس لون الجاهز بالظبط. طبعا طريه جدا. انا كنت سبتها، انا غطيتها وسبتها لمده ساعه كده، بردت براحتها. طبعا الوصفة دي سهلة جدا، احلى من الجاهزة كمان. مدية لون وطعم وريحة جميل جدا. لو حبيتي تطلعي منها اوردرات يعني مش هتلحقي كمان على طلبات الاوردرات اللي هتجيلك لو عملتيها بنفس الطريقة دي.
ده كده شايفين قوامها عامل ازاي، لونها كلها واحد، لونها جميل جدا ومكرمله جدا، طريه جدا معايا ومرمله في نفس الوقت. شايفين عامله ازاي، نفس اللون من فوق ومن تحت، ونفس لون البسبوسه من جوه. وصفه لو جربتيها هتبقى ناجحه ان شاء الله معاكي مليون المية. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو اول مره تشوفوا الفيديو ما تنسيش لايك للفيديو واشتراك للقناه.